السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلت فيديو قبل كده وقلت فيه إن اللي بيتكسر ما بيتصلحش. لا وإيه؟ كنت منزلة الفيديو بالأدلة والبراهين. قلت إن تعالى هات إزازة أو كوباية مصنوعة من الزجاج وارميها وقول له اتفضل تعالى صلحها، مش أنت بتقول إن اللي بيتكسر بيتصلح؟ وريني كوباية تتصلح إزاي. ونقعد نلم في الكوباية ونحط ده جنب ده جنب ده ونقول لك اتفضل كوبايه اهي اتصلحت. فالحقيقه ان شكلها بس من بره اللي بيبقى اتصلح، انما جرب تحط فيها كده ميه سخنه او جرب تحط فيها حاجه هي مش هتستحملها، فالكوبايه هتتكسر تاني. وده كان اثبات قاطع على ان اللي بيتكسر ما بيتصلحش. بس انا جايه النهارده اقول لك عكس الكلام تماما، وانا برضو اللي نزلت الفيديو الاولاني بقول لكم ايوه ان اللي بيتكسر ممكن يتصلح، وخصوصا في العلاقات الزوجيه. التراكمات اللي جواكي ممكن تتشال على فكرة، الكسر اللي جواكي ممكن يتصلح. لو ايه ده ممكن يطلع احسن من الاول كمان. هو احنا بندرس علم نفس، وخصوصا في علم النفس كانت الدكتورة دايما تقول لنا ان علم النفس ملوش سقف ولا ليه نهاية، وكل يوم ممكن تلاقي فيه تجربة جديدة تثبت عكس التجربة الاولى. ليه يا دكتور؟ لان انتي بتدرسي نفس بشرية، والنفس متغيرة، النهارده بحال وبكره بحال وبعده بحال، والتجربه دي اثرت فيكي فخليتك حزينه جدا بتقولي كلام في ساعه حزن، والتجربه دي خليتك فرحانه جدا فبتقولي عكس الكلام تقريبا. فدراسه النفس البشريه صعبه جدا. دراسه الطب البشري معروف 1+1=2، لو عملت كذا هستأصل ده ولو استأصلت ده، حاجات ثابته، قوانين ثابته. اما النفس البشريه مش ثابته، فبالتالي قراراتنا فيها مش ثابته. فانا لما جيت النهارده اقول لكم ان اللي بيتكسر بيتصلح، بيتصلح. مش بس هقول لكم كده، ده انا هقول لكم بالدليل القاطع كمان، نفس دليل القاطع اللي قلت لكم قبل كده. برضو في تجربه يابانيه اثبتت ان اي حاجه اتكسرت ممكن ترجع احلى واجمل من الاول. لو ايه؟ دول بيبيعوها اغلى ما كانوا بيبيعوها قبل كده. كان عندهم مصانع متخصصه في انها تاخد الحاجات المكسوره اللي مرميه وتجمعها وتقعد تصلحها. بس المره دي مش هيحط الكوبايه ويقدمها لك ويقولك اتصلحت وخلاص، لا، دول بيبقوا حريصين جدا ان هم يصلحوها على اكمل وجه، وبيتعبوا جدا فيها ويحطوا ده جنب ده ويلزقوه كويس ويعملوا اختبارات هل في حاجه هتاثر فيه ولا لا. طب هنستخدم ماده تانية. صلحت الكوبايه بس شكلها من اللزق شكلها مش حلو، فيعملوا ايه؟ يجيبوا ناس متخصصين فنيا ان هم يرسموا رسمة عليها فيغيروا شكلها ويديروا شكل الحاجات اللي موجوعة اللي متكسرة دي. والأجمل كانوا بيقصدوا يديروا الرسومات دي بمية الذهب. أصبحت الكوباية أمتن، شكلها أحسن، قيمتها أغلى، فبتتباع كتحفة فنية. مش دي الكوباية اللي كانت مكسورة قبل كده؟ نفس الكلام في النفس البشرية، بيتكسر جواكي ممكن يتصلح مع الاهتمام، مع المداومة والمحاولة المتكررة في ان انت تصلح اللي انت كسرته فيها. ايوه ممكن يتصلح، مع ان انت دايما تثبت لها حسن نيتك وتداوم على ده. ممكن يتصلح الكسر، ايوه ممكن تتصلح. التراكمات هتتشال، التراكمات هتتشال مع تكرار المحاولة منك في انك تراضي اللي اتكسر فيها، او تكرار المحاولة منك في ان هو يراضي اللي اتكسر، ان انت تراضي اللي اتكسر فيه. تكرار المحاولة والاهتمام ومحاولة جادة لتصليح الخطأ، وان انت تثبت لها ان الخطأ ده فعلا هيبقى هيتصلح جوايا وانا حابب اغير ده. هيتغير اللي جواها وهيتصلح. هياخد وقت، طبعا هياخد وقت، لان اي حاجة في النفس البشرية بتاخد وقت. انت بتصلح نفس موجوعة ومكسورة ومرت منك بأوجاع كتير جدا، فده محتاج جهد منك. لو انت حاسس انها فعلا تستاهل، وانها فعلا تستاهل ان انت تكرر محاولاتك دي، ودي اللي انا عايزها، دي الحنينة الكويسة اللي واخدة بالها من عيالي وبيتي وي، ده الاب الزوج الحنين الطيب. فلو اللي قدامك يستاهل تداوي الكسر بتاعه، لا ابذل مجهود كبير جدا. متضحوش ببعض بسهولة، وخلي عندكم قاعدة ثابتة ان والله العظيم بإرادة ربنا سبحانه وتعالى وتكرار المحاولة منك وجهد وشوية تعب كده من حضرتك او من حضرتك، لا التراكمات هتتشال واللي اتكسر ممكن يتصلح. ودي بتجربة يابانية
مثبته على العالم كله، اللي هو زي احنا كده عندنا اسمها اعاده تدوير. بس الفكره ان هم ما اعادوش تدوير وخلاص، الفكره ان هم صلحوا وغلوا القيمه وعملوا حاجات كتير جدا. لكن ما نرجعش بقى ونقول رجعت ديما بقى لعادتها رجعت ديما لعادتها القديمه، اقعد يومين 3 مهتم وصالحته وانا صالحته والله اتغيرت، بس هي زي ما هي مش عايزه تتراضى. لا، انت بتصلح حاجه اتكسرت جواها، اتكسرت. لا، لازم تبذل مجهود كبير جدا وتستحملها، وما ينفعش اتعب وارجع تاني. ما مش هترجع، ما انت زي ما ريما رجعت لعادتها القديمه، ما هو الكسر المره دي هيبقى اكتر ونطاقه اوسع. فاللي بينا من علاقات، وخصوصا العلاقه الزوجيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وصى عليها، يستاهل ان انتوا تتعبوا وان انتوا تصلحوها. فيا جماعه، اللي بيتكسر ايوه والله العظيم بيتصلح بعد محاولات وبعد جهد ان انت تحافظ على البيت ده، او ان انت تحافظي على البيت ده. تعالوا كده نشوفوا جرح عميق وسايب اثر بعد ما نحط كريم مرة، التانية، التالتة. دايما دكاترة الجلد او الحاجات الجلدية بيقولك بياخد وقت عبال ما الانسجة تلتئم، بس مع مرور الوقت بيرجع الجلد زي الاول عادي، طبعا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ومع المحاولة ومع الاستمرار في العلاج. نفس الكلام، استمر في علاج اللي انت عملته، والكسر اللي انت كسرته هيتصلح. الإنسان بيتولد دايما مرة بعد الولادة الأولى ومرة بعد أي كسر. فلما تلاقي نفسك اتكسرتي، فاعرفي ان انتي هتتولدي تاني، نتولد بعد أي كسرة بشخصية جديدة ومختلفة، شخصية أجمل، شخصية أقوى، شخصية عارفة تتعامل في الموقف ده. فأي كسر حتى لو اتكسرتيه، اعرفي ان سواء التئم أو ما التئمش، انتي اتولدتي بعديه بشخصية جديدة. طب واللي بيتكسر ممكن يتصلح بين الاصحاب وبين حياتنا العاديه غير العلاقات الزوجيه؟ بص يا سيدي وبص يا ستي، حسب المواقف. ممكن اغير حد قدامي، ممكن اغير حد قدامي، لكن ما ينفعش اغير سلوكيات مؤذيه. يعني ما اقدرش اسامح حد مثلا في العادي يقعد يسجل وانا قاعده، او ابعت له ريكورد او حاجه والاقيه بيسمعها لحد فاستباح ده ونقل سر. لا، هنا اللي اتكسر ما بيتصلحش، هنا ما ينفعش اقعد مع حد خاين. انما اللي بيتكسر بيتصلح. لو حد غلط فيا ممكن اتجاهل ده لو جه اعتذر لي. لو حد قال حاجه بحسن نيه او ما قصدش واستمر في ان هو هيحافظ على ده ومش عايز يخسرني، مش هيعمل ده، اتسامحوا وصالحوا بعض وراضوا بعض وحاولوا تتغيروا. هو احنا ممكن نتربى من جديد؟ احنا ممكن لحد قبل ما نموت نفضل نتغير ونتصلح. ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة وبيقبل ان احنا نعتذر لربنا ونستغفره دايما. كتر الاستغفار بيشيل الذنوب بإذن الله، بس لما انت من جواك تبقى عايز تتصلح. فالفكرة في ان اللي اتكسر يتصلح لما انت تبقى عايز تتغير، لما انت تبقى استفدت من اخطائك، لما انت تبقى عايز تراضي اللي قدامك على اللي انت كسرته جواك، وتحاول مرة واتنين وتلاتة. واللي انا عايزة اقوله بقى انك كلنا بنغلط طبعا، فلما تلاقي نفسك غلطت في حق حد، اوعى تمل او تكل من انك تعتذر له وتراضي اللي اتكسر جواه. اوعى تفكر تموت، او يعني اوعى تختار انك تموت وحياتك تنتهي وانت جارح حد واذيه. لو انت فعلا عايز تتغير من جواك وخايف من اللحظة دي، لا، صالح مرة واتنين وتلاتة ان انا هتغير في ده، انا غلطت في ده، انا مش هعمل ده تاني، لحد ما الطرف التاني يقولك والله سامحتك. لان الاخطاء في حق البشر لا، لازم ناخد صك منهم ان هم سامحونا، مش هياخدوا ده لو احنا اتغيرنا. فاللي بيتكسر بيتصلح، ايوه بيتصلح لما انا ابقى قررت اصلحه، ولما انا اثبت للطرف التاني ان انا صلحته وبقيت نسخة احسن واجمل.